لك تاني من الاعلام في النقطه دي. طب هقول لك انا دي النقطه اللي زعلتك. طب انا عن تصريح وحيد انا حابب اسمع رايك فيه. في ردود الفعل. يعني كان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره السابق في الاهلي ما كانش موجود في المباراه دي، كان مدير الكره وقتها الكابتن خالد بيبو. كابتن سيد عبد الحفيظ مش عارف اقول اللي هو قاله. لا ما انا عارفه. انت عارفه؟ اقوله، ما هو قاله على الهوا فانت ما تتكسف تقوله. هو يعني قال انه مروان قليل ادب. انا اسف طبعا لا بكررها بس لا هو ده اللي قاله. لانه خلال الايام اللي فاتت كلها الناس كانت مركزه مع التصريح ده. بص انا هتكلم في النقطه دي برضو واحده واحده. بس اسمح لي دون اي تجاوز. لا انا مش هتجاوز والله. يعني. مش طبيعي يعني. سيبك من اللي حصل بس بجد ده مش طبيعي. انا عارف. انا مش عارف اقول سيد ولا كابتن سيد، بس لان هو فقد بجد الاحترام بالنسبه لي، انا كنت بحترمه. فانا هتكلم هقول كابتن سيد. كابتن سيد عبد الحفيظ طلع قال في الاعلام وفي التلفزيون ده شخص قليل ادب. الكلمه دي انت دلوقتي وانت بتقولها لي انت بتعتذر ان انت هتسمعها لي وتسمعها في ناس كتير هتسمعها. هو ما خدش باله من الموضوع ده، واللي كان معاه انا مش فاكر والله بجد هو كان مين اللي كان معاه. ما قالوش يا كابتن ما ينفعش ان انت تقول حاجه زي كده على حد هو مش موجود اصلا ومش هيعرف يرد عليك في اللحظه دي، وما ينفعش تقول كلمه زي دي. فدي نقطه. هو طلع قال كده عشان حصل انا مني رد فعل وهو غلط، بس رد فعل حصل بناء على ان انا اتغلط فيا وانا ما قبلتش دوت وما قبلتش الشتيمه على اهلي وكده، وعملت رد فعل برده غلط. كان هو وصفني بالوصف ده. كان هو فين ماشي؟ وانا هستأذن بس ان انا ادي مثال بالموضوع ده عشان انا الموضوع ده طويل شويه. هدي مثال. هستأذن حسين الشحات في الموقف بتاعه مع الشيبي ان انا اخده كمثال. حسين شخصيه محترمه جدا وطيب والقصه بتاعته اتقفلت الحمد لله، وحسين يعني انا بحبه. فانا اتقفل خلاص بين الاثنين قضائيا. لا مش عارف تفاصيل. فانا هستأذن حسين يعني لو يسمح لي ان انا اخده بس كمثال، مش قصدي ان انا افتح الموضوع. كان فين هو الكابتن سيد واللي حصل ده؟ هل طلع عمل كده؟ ما طلعش عمل كده. ما طلعش اتكلم في الموضوع ده، ما طلعش اتكلم في موضوع تاني، ما قالش كده على لعيب تاني. فانا عايز افهم او انا عايز اسال الكابتن سيد انت المبدأ عندك ايه؟ يعني انت المبدأ بالنسبه لك على حسب الهوى، على حسب المصلحه؟ انا عايز اعرف المبدأ عندك ايه؟ ليه ما عملتش، ليه ما اديتش نفس، لو انت بقى حقاني وانت عندك راجل صاحب مبادئ وبتاع، ما كنت تطلع نفس الموقف وقول الكلام ده؟ انت ما عملتش كده. فانا ممكن دلوقتي اطلع اقول لا يا كابتن سيد انت اللي قليل الادب، صح؟ انا اقدر اعمل كده بس انا مش هعمل كده. يعني انا سهل اقول دلوقتي كده بس انا مش هعمل كده. لكن الموقف اللي انا بحكيه لك ده بتاع قصه حسين الشحات او حاجه ثانيه، انت فاهم. لو حاجه ثانيه ده اللي يثبت مين اللي عنده مبدأ فعلا بجد، ومين اللي ما عندوش مبدأ، ومين اللي قليل ادب ومين اللي مش قليل ادب. بس هي دي القصه في موضوع كابتن سيد. عموما